تشكيل الأهلي الأفضل لمواجهة الداخلية في الدوري المصري. وانت بتحط تشكيل الداخلية لازم تبص على المباراة اللي قبلها اللي الأهلي لعبها اللي كانت يوم الثلاث، لأنك هتلاعب الداخلية يوم الجمعة. وكمان وانت بتحط تشكيل الداخلية لازم تبص على مباراة الزمالك اللي بعدها بأربع أيام، فبناء عليه تحط تشكيل مباراة الداخلية، وكمان تبقى عارف مين اللي هيلعب معاك في مباراة الزمالك بشكل أساسي. امبارح أو في مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري، كولر لعب بمروان عطية، مريحش مروان من بداية اللقاء، لعب بإمام عاشور، لعب بكمان محمد عبد المنعم، ولعب بكريم فؤاد، لعب بعمر كمال عبد الواحد. إذا في لعيبة لازم في المباراة بتاع الداخلية ترتاح، ولعيبة تبدأ تجهز. التشكيل الأفضل بالنسبة ليا والتشكيل اللي لازم يكون موجود في مباراة الداخلية اللي بعد مباراة الاتحاد السكندري تقريبا بيومين، فلازم يكون تشكيل فيه نوع من الروتيشن. اول حاجه في حراسه المرمى انا بتمنى عن نفسي يكون موجود مصطفى شوبير، مش هيقل عن محمد الشناوي حاجه في مباراه زي كده، لازم مصطفى شوبير يكون موجود في الملعب، فبتمنى يكون في التشكيل ده مصطفى شوبير، مش هيقل عن محمد الشناوي في التوقيت الحالي. باك يمين بما ان محمد هاني رجع وعمر كمال تقريبا في اصابه، فانت محتاج تريح عمر كمال، العب بمحمد هاني باك يمين وجهز عمر كمال باك يمين لمباراه الزمالك. قلبين الدفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم، انت مضطر ان انت تريح محمد عبد المنعم اللي لعب 49 لقاء مع الاهلي من اول الموسم، ما ريحش ولا في لقاء مع الاهلي والمنتخب، اذا محتاج تريح محمد عبد المنعم، تلعب بياسر ابراهيم وياسر ابراهيم ومعاه رامي ربيعه، الاتنين يقدروا يلعبوا ولعبوا كتير مع بعض في المكان ده. باك شمال اتمنى ان انت تريح كريم فؤاد لو هو اللي هيلعب مباراة الزمالك، وهتفضل بستايل نفس اللعب ان انت بتلعب بالتوظيف كريم فؤاد باك شمال، اذا ريح كريم فؤاد لو هو اللي هيلعب مباراة الزمالك، ودي لكريم الدبيس، ادي للراجل ده وشوف هيعمل ايه في مباراة زي مباراة الداخلية مش قوية، محتاج ان يكون موجود فيها كريم الدبيس. كمان طبيعي ان انت بعد تألق اكرم توفيق مع مروان عطية وامام عاشور، لازم ان انت تخلي نص الملعب عندك في نوع من الاريحية شوية، يعني انت مفروض ان انت تريح مروان عطية وتلعب ب أكرم توفيق في مركز رقم 6، وتقعد مروان عطية على الدكة، وتلعب في مركز رقم 8 قدام ديانج، تبدأ تجهز ديانج في ناحية 8 على اليمين، وممكن تلعب بإمام عاشور شوط زي ما بتعمل معاه وتريحه الشوط التاني، أو في حل بديل إن أنت تقدر تلعب بالسولية في ناحية الشمال في مركز رقم 8، وأعتقد ده مش هيحصل. إذا إمام عاشور مع ديانج ومن خلفهم أكرم توفيق، ده هيكون حل مثالي جدا للأهلي في نص الملعب، ومنه بتريح مروان عطية. الثلاثي الأمامي، ولازم هنا في الثلاثي الأمامي يكون في تفكير من كولر في رضا سليم في التوظيف في مركز الجناح الشمال، أو ممكن كمان يوظف طاهر في مركز رأس الحربة، ممكن يكون عنده بدايل كتير جدا، لكن بشوف إن احنا في مركز الجناح اليمين موجود حسين الشحات، ياخد في المباراة دي حتى لو شوط، ياخد حساسية المكان. حسين الشحات هيفرق معانا بشكل كبير جدا، خلي حسين الشحات جناح يمين وابدأ بكهربا راس حربة، ومفيش مشكلة ان انت ممكن تريح احمد عبد القادر وتبدأ برضا سليم جناح شمال. احمد عبد القادر لعب مباراة كاملة وراجع من اصابة، ريحه وخليه لمباراة الزمالك، والعب برضا سليم في مركز الجناح الشمال، وخلي بديل كهربا في مركز راس الحربة يكون طاهر محمد طاهر. خلي كمان في مركز جناح الشمال او جناح اليمين بديله يكون كريستو، ده اللي المفروض يكون موجود في الثلاثي الامامي. ده تشكيل الاهلي الافضل بالنسبه ليا. قفشه شوط تاني، عمرو السولية شوط تاني على حسب سير المباراه، لكن ريح مروان عطيه، ريح كريم فؤاد، ريح محمد عبد المنعم، ريح عمر كمال علشان مباراة الزمالك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مرة بيشوف قناتي تشترك في القناة وفعل الجرس، سيب لايك كومنت للفيديو، وان شاء الله يوصلك كل جديد.